السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة كده أنا عملت كده خلطة موفرة جدا للبط. يعني يعتبر هي بديل للعلف، يعني مش هنأكل البط علف صافي، وهنشوف البط بمراحله كده ما شاء الله. دي الأكبر، دي البط اللي هو الأكبر شوية، وفي كمان في البط اللي هو الوسط. فالخلطة دي ما شاء الله بتكون حلوة جدا بالنسبة لزيادة الأوزان. بتخلي البط كده يعني يحمل لحم مش دهون، وما شاء الله. ده طبعا البط الخليط، وهنشوفه كده مع بعض. البط اللي هو يعني بط أصغر من ده، وإن شاء الله نشوف كده مع بعض. بس قبل ما نكمل الفيديو، ياريت كده لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا من اللايك، علشان يوصل للناس اللي حابة ان هي تربي سواء البط او الفراخ. طبعا ما شاء الله. شايفين هنا انا بوريكم ايه المكان اهم حاجة اللي في تربية البط. الارضية تكون ناشفة باستمرار، وانك تفرش تحتهم الترابة، اللي هي الترابة تكون حرشة كده، اللي هي بتاعت الاراضي الزراعية، الشرب، يعني بحيث ان البط ما يجروش كساح ولا يتعب منك بشكل مفاجئ. ولو حابة انك انت كمان ترش على الترابة دي شوية نشارة او تب، بتكون حلوة برضو، بتدفي رجليهم في الجو البرد وفي الشتاء اللي احنا فيه. انا هنا حطاله بقى المية في جنب، المية تكون مقربة كده، قريبة كده من الحيط، علشان ما يغرقوش بقى المكان كله. وكل شوية تحتاج انك انت تشيل الفرشة اللي تحتهم وتحطي طبقة ترابة جديدة. ودي كمان ما بتبوظش الصبة. لو انت بتربى على الصبة وحطيت الترابة دي، ما بتأثرش على الصبة. هي كده الميزة بتاعتها، ان هي بتوفر عليكي وقت كتير جدا. طبعا ما شاء الله. الخلطة هنا معايا فيها علف 21%، وعلف كمان 23%، نسبتين مع بعض. وكمان فيها ذرة عويجة. الذرة العويجة بتكون الحباية بتاعتها رفيعة خالص، فسواء البط أو الفراخ بتكون سهلة عليهم في الهضم إن هم ياكلوها. وطبعا حاطة شوية شعير كده بسيطة، لأن في فراخ كده كانت مع البط، فهي ايه بتنقر فيها، فبتكون حلوة يعني. وطبعا العيش ده شيء اساسي في تربية البط. لو انت عايزة البط يحمل معاكي لحم وما يعملش دهون عالية، فحط له شوية عيش مع الخلطة، وده اهم حاجة. وطبعا ما شاء الله يعني. شوية دشيشة كمان، دشيشة صفرا وسط، برضو مع الخلطة، يعني فيها مكونات حلوة جدا ليهم. وببتدي بقى ان انا بقلب ده كله مع بعضه. يعني لو انت بقى عايزة تنسمي، لو العيش ناشف عندك وعايزة تنسميه بشوية مية، مفيش مشاكل، لان احنا في الشتاء، فالبط اصلا في الشتاء بيجر في الاكل اكتر من الصيف، فمش هيلحق ان هو يتحمض قدامه. وطبعا كمان كان في شوية فول، الفول اللي هو المجروش الناعم خالص، بتاع الطيور. علشان ايه؟ ما شاء الله نسبة البروتين بتاعته بتكون عالية جدا، فبتخلي الطيور اوزانها تكون حلوة، وتكبر معاكي ما شاء الله على طول. وده طبعا المكون اللي هو بيكون حلو جدا بقى في زيادة الأوزان، انك انت تحطيه على المية وعلى الأكل الاتنين مع بعض. ده طبعا الحلبة هتغلي كده، يعني حوالي عن معلقتين كبار من الحلبة أو 3، على حسب بقى عدد الطيور اللي عندك. هتغليهم بنص لتر من المية أو كوباية مية، وهتسيبهم لما يبردوا خالص. وبعد كده بتاخد المية بتحطها قدام الطيور، بتستحلها بالمية عادية، وبتاخد الحب بتاع الحلبة، الحبوب بتاعتها بتحطها بقى مع العلفة دي. فده طبعا يعني بتخلي الطيور ما شاء الله بتفتح الشهية، بتزود في الوزن بسرعة جدا جدا ما شاء الله. طبعا الخلطة دي هتكفي الطيور كلها، وفي نفس الوقت ايه بتخلي كمان الفراخ كده نشيطة، بتحمل معاكي لو هي لسه هتبشر البيض، برضو بتكون حلوة ليهم. والبط برضو بتزود في وزنه ما شاء الله. طبعا ايه بقوم كده مقلبة ده كله مع بعض، بغلفن ده كله. يعني هي فيها مش هي من هنا مش هنأكل علف صافي، وفي نفس الوقت ايه مكونات يعني ما شاء الله. دي يعتبر ابسط حاجة ممكن تعملها للبط.
طبعا الخلطة زي ما انتوا شايفين كده فيها حاجات كتير جدا، فيها دش وسط، فيها عيش، فيها الحبوب بتاعة الحلبة، فيها شوية شعار بسيطة خالص، فيها الكسر الفول، العيش اللي هيكون بقى مدشوش عندك تقدري انك انت تحطيه، فبيكون ممتاز. ده طبعا البط اللي هو الصغير. طبعا البط ده بياكل ايه برضو؟ بياكل العيش سواء طري او مدشوش ناعم خالص خالص، مع نسبتين من العلف، النسبتين 23 مع 21، فبيخلي البطة ما شاء الله منفوخة كده، وتيجي تشيلها في ايدك تلاقيها بطة تقيلة مش هشة او ناشفة كده. ده طبعا البط الخليط، البط البلدي الخليط ما شاء الله بيطلع منه كده ايه، الوان كتير ومناعته بتكون قوية. بيطلع لك من البيت لو عايزة انك انت تعملي مشروع اكتفاء ذاتي من اللحوم. طبعا اوزانه بتكون حلوة، ممكن تبيع منه وتأكلي بقى بقية الطيور ما شاء الله. بيغنيك عن انك انت تروحي بقى تشتري بط صغير وتربيه. بيطلع برضو طول السنة. فالطيور كلها كده ايه ما شاء الله، ايا كان نوع الطيور اللي بتربيها في البيت، فطبعا ده حاجة ايه انت مربيها على ايدك كده، بتأكلها اكل صحيح، مفيش ادوية، كل التربية بحاجات طبيعية كده من البيت. بسم الله ما شاء الله. طبعا البط الصغير بحطه كده في مكان لوحده، والبط الكبير في مكان لوحده، بحيث ان هما ما يضربوش في بعض ولا يبهدلوا كده بعض. كل ما يكون عندك طيور، لو هما مش الحجم بتاعهم مش واحد، مش عمر واحد، فحاولي انك انت تحطي كل حاجة لوحدها في مكان، سواء فراخ سواء بط، علشان يفضلوا كده ايه يمشوا معاك على طول ويكبروا معاك من غير اي مشاكل. طبعا البط ده هنا انا فرشاله بقى فوق الترابة شوية تبن، علشان ايه ما يتكسحش عشان الناس اللي بتقعد تشتكي من الاسهالات ومن الكساح، ده بيجي من المكان اللي انت بتكون مربية في الطيور. الارضية بتكون دايما مبلولة كده بالمية، فبيبتدوا ان هما بقى ايه ياخدوا برد، وتلاقي البطة مفاصل رجلها كده ابتدت ان هي تمشي كده، تلاقي البطة ماشية مش مظبوطة، فبتبتدي ان هي اول حاجة بيجيلها الاسهال، بعد كده بتتكسح منك، وبتاخد وقت بقى لما بتعالجي وترجع تاني زي الاول. فهنا انا فصلهم كل حاجة لوحدها كده، والاكل بقى قدامهم. طبعا من احلى تربية بالنسبة للبط في الشتاء، لانه بياكل اكتر من الصيف، فبيكبر معاك بسرعة ما بيطولش كده. طبعا البط ده بيتذبح على كام شهر، ممكن تبتدي انك انت تذبحي منه على 4 شهور ونص كده، بتكون اوزانه حلوة، وطعم اللحم بتاعه برضه بيكون ما شاء الله حلو جدا. ده كان فيديو النهاردة، حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الخلطة